الاخبار اللي هي عاجله ومفرحه في نفس الوقت اللي غادي نتكلموا عليها على ابراهيم دياز لان خوتي المغاربه هادشي اللي توصلت به حاليا غادي نحاول نشره معكم خلال هذه الحلقه، ونتمنى لانكم تتابعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخير، وبغيتكم لانكم تخليوا شي كلمه شكر للاخ ابراهيم غادي يحاولوا لان الخوت اليوم غادي يحصل على واحد الجائزه، وهذه الجائزه اللي حصل عليها اليوم فرائعه، لان صراحه الاخوه والاخوات لان كنرفعوا لي صراحه كنفرحوا لان ملي كنشوفوا، والله العظيم الا كنفرحوا لانهم ملي كنشوفوا مثل هاد او ملي كنسمعوا مثل هاد الاخبار هذه لانها الرائعه. كتفرح صراحه، كتفرح لانك مغاربه وكتشجع يعني المغاربه بالفعل، لان ملي كنشوفوا لاعب دولي صباح اليوم فهو كيتواجد مع المنتخب المغربي ابراهيم دايز، واللي كتعرفوا بان الاداء الجميل ديالو اللي اداه او الاداء الجميل ديالو اللي بالفعل قام به تجاه يعني المنتخب المغربي فهو رائع بزاف، واللي الحمد لله لان كيبقى هذا الشيء في التاريخ، واللي بالفعل غادي يبقى في التاريخ اخواني اخواتي ان شاء الله بحول الله، لان هذا الشيء اللي كيقوم به فدخل للتاريخ. لان الا شاهدتوا مجموعه ديال الجرائد الالكترونيه اللي كتكلم حاليا خارج وداخل ارض الوطن فكتبين كتكلم كلها على ابراهيم دياز، لان من صباح اليوم دابا حاليا من احسن لعابه، واللي صراحه ترفع لهم القبعه من احسن لعابه. كاين اللي كيقارنوا لان من احسن دابا حاليا من اصبح من احسن من زياش ومن اشرف حكيمي. واش ممكن لانه بالفعل هادشي اللي كنسمعوه اصدقائي، واش ممكن لان هذه هي الحقيقه؟ واش ممكن لان هادشي ليس لان بحقيقه؟ ولكن اليوم غادي يحصل عليها ما حصل عليها حتى شي واحد صراحه. هنا كيتبين بان شكون هو افضل هو اللي كيحرص او اللي كيحصل على جائزه ديال احسن لاعب يعني في تصفيات كاس افريقيا، يعني احسن لاعب حاليا في تصفيات كاس افريقيا. وهذا الشيء ماشي حنا اللي كنقولوه من طبيعه الحال ولا نتوما، فراه اخواني اخواتي الاعزاء اللي كيقول هذا الشيء هذا حاليا واللي كيتبين فهو يعني الارقام ديالو هي اللي كتاكد، واللعب ديالو اللي صباح اليوم الكل يتكلم عليه داخل وخارج ارض الوطن بان اصبح افضل لاعب حاليا، اصبح افضل لاعب. هنا كيتبين اصدقائي الحمد لله والشكر لله، لان بالفعل خاصنا نفتخروا ابراهيم اليوم غادي يحصل اصدقائي لان على جائزه احسن لعاب. فهنا كيتبين واش ممكن لان البلاصه ديال حكيم زياش مازال ام ربما لا، لان من ولا افضل لاعب دابا حاليا في تصفيه كاس افريقيا هو ابراهيم. لان دابا خصكم تعرفوا في اخر الفيديو غادي نتكلم معكم على المغادره ديالو المنتخب المغربي، فكيتبين بان الاداء اللي قدمه المنتخب فيستحق عليه هذه الجائزه. انا كنظن بان خوتي المغاربه وهذا الشيء اللي متفق معايا بغيتو يخلي الاراء ديالو، لانه يستحق هذه الجائزه هذه اللي تعطاتو دابا، لان من احسن لاعب حاليا، وزائد اكثر من هذا الشيء اللي ماركا 7 ديال الاهداف في تصفيات كاس افريقيا. يعني لعبوا ربما 3 الماتشات، ماتش كان غائب منه، ربما هذا الماتش هذا ماركا فيه 3 يمكن على ما اظن، الماتش اللي السابق 4 دابا في 3. اذا وفا الماتش ديال افريقيا الوسطى راه كان ما حاضرش، كان معطول. يعني اكثر هداف حاليا في تصفيه كاس افريقيا هو ابراهيم. داكشي علاش تعطاتو لان احسن الجائزه ديال احسن هداف كاس يعني في تصفيه كاس افريقيا، ويستاهل يستحق الاخوان يعني صراحه يستحق. انا والله العظيم الا فرحت، لان من بعد ما سمعت هذا الخبر اخوتي المغاربه الاحسن هداف خداه، فصراحه والله العظيم الا فرحت له انايا، لانه يستحق. ماشي غنقولوا بان خوت المغاربه لان ما يستحقش هذا الشخص، يستحق لان احسن هداف بالفعل كاين. نتمناو لان بالفعل يبقاو على نفس العطاء، نتمناو لان نشوفوا المنتخب المغربي فهي زادت القدام اكثر من هذا الشيء اللي كنشوفوا حاليا. ربما غادي نقدروا نشوفوا المنتخب ان شاء الله بحول الله اكثر من هذا الشيء، دازت او زادت القدام اكثر واكثر. اذا المنتخب فليس لان غادي توقف على شي لاعب دابا حاليا، لان حتى شي واحد ما غيمكن لان المنتخب غادي توقف عليه، لان ما حد كنشوفوا
الارقام كلهم اللي كيتواجدوا في المنتخب المغربي وجميع اللعابه اللي كيتواجدوا في المنتخب المغربي فبرافو عليهم، فبرافو عليهم كاملين، لانهم يستحقوا الشكر كاملين، لانهم قاموا بالواجب كاملين. ما يمكنناش غادي نقصيو شي شخص منهم، رغم لان هادشي اللي قاموا به كامل يستحقوا الشكر. فزائد لان اللي خلاني ندير هذا الفيديو اكثر هو ابراهيم دياز. ابراهيم دياز لان الخوت بالفعل اليوم صبحنا بان كنشوفوا يعني اصبح المغرب او المنتخب المغربي فكيتجبد في مجموعه ديال المجلات وفي مجموعه ديال الصحافه بسبب ابراهيم دياز، لان احسن لعاب احسن هداف، واللي كيقارنوه دابا حاليا صبح كيتقارن مع جمال يمين يامال اللي هو كيتواجد دابا حاليا اصغر لاعب في البارسا. صبح لان كيقارنوه احسن منه، رغم لان الاخر مازال 17 سنه ومازال صغير، ولكن صبحوا بانهم كيقارنوه احسن من يمين يامال اللي هو كيلعب دابا حاليا مع البارسا. ماشي غير يمين يامال، فتابعت الاشخاص اخرين اللي هما هدافه معروفين عالميا، فاصبح لان منافس اليهم. فهنا برافو عليه، لان اكيد غادي يكونوا عروض ان شاء الله بحول الله، من بعد ما غادي نقدروا، لان من بعد ما عطى هاد الصوره الرائعه لان في المنتخب المغربي غادي نقدروا نشوفوا بان خوتي المغاربه، لان غادي يكونوا جيو عروض كثيره وبزاف، ونتمنى لان الله يسر ليه الامور، لانه يستحق. هادو من الشباب اللي هو غيورين على بلادهم، غيورين على وطنهم، غيورين على بزاف د الحوايج، اكيد لانهم يستحقوا، وخاصنا بالفعل لان احنا نفتخروا بهاد الشباب اللي صراحه الاخوان يستحقوا والله العظيم. جميع اللعابه، ماشي غنقولوا بان شخص، فجميع الاشخاص يستحقون لانهم الشكر والتقدير، لان ما قاموا به فهو كان رائع بالنسبه ما قاموا به تجاه الفريق المنتخب المغربي. كنتمنى لانكم بالفعل تخليوا كلمه الشكر لهاد الناس، خليوا كلمه الشكر لهاد الناس هادو، لانهم يستحقوا بالفعل. فهاد الشيء اللي كاين الخوت، باش ما نحاولش نزيد نطول عليكم اكثر. شكرا للمتتبعين الاوفياء داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى لانكم تشاركونا الاراء ديالكم في اسفل هاد الحلقه. غادي نقول لكم تهلاو لي براسكم، مع السلامه الاخوان، باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر، لان هذا الشيء راه رائع وكيفرح. وغادي نقول المره الثانيه مبروك على الاخ ابراهيم، مبروك عليه الجائزه، مبروك عليه هادشي اللي كاين. مع السلامه، الى اللقاء.